السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم طبق كده مميز جدا خصوصا في فصل الشتاء، والاطفال والكبار طبعا بيحبوه. ممكن ان هم يفطروا بيه او ممكن ان هم يحلوا بيه كطبق يعني للتحلية بالليل، بيدفي الشتاء. زي ما انتم شايفين كده، دي البليلة اللي هي البليلة القمح، وعليها مخروطة ولبن. لو حابين ان انتوا بقى تضيفوا مكسرات ضيفوا لو متوفر عندكم، لو مش حابين مفيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين كده، يعني طبق جميل جدا لو حابين ان انتوا تحضروا لاولادكم كمغذي مثلا، يدفيهم في الشتاء، مش عايزين يشربوا اللبن، تعملوا منه معاه حاجة تشبعهم في نفس الوقت، حاجة تفيدهم. زي ما انتم شايفين كده، ده قمح البليلة. الكمية اللي عندي دي متوفرة. طبعا بقى هتعملي نص كيلو، هتعملي كيلو حسب ما انت حابة، والدواء نشا. نبدأ بقى نسمي الله ونعمل معاكم الوصفة. طبعا أول حاجة إن أنا بغسل القمح مرة واتنين وتلاتة لحد ما يصفي الشوائب أو أي حاجة تبقى فيه من أتربة والكلام ده. وبعد كده بحطه في الحلة اللي هو يتسلق، وبسيبه لما هي بدأت إن هي يفشر معايا، أو اللي هو بدأ اللي هو يفتح بالشكل دوت ويستوي. هو طبعا شكله زي الفريك بس دوت مش فريك، ده قمح عادي. يعني بتروح عند العطار وبتقول له انا عاوزه قمح بليله، فبيديك القمح دوت وبتعملي بليله. طبعا بياع الفول والبليله بيعملها برضو زيها، لو انت حابه يعني توفري وتعمليها ببيتك. زي ما انتم شايفين كده، انا زي هنا زودتها ميه عشان كانت محتاجه ميه، وبسيبها لما بقى تستوي معايا. طبعا بدأت اللي هي استوت معايا وفتحت، فببدأ بقى بجيب هنا النشا، باخد هنا معلقتين 4 معالق من النشا على المية، وبضيفها على القمح بعد ما استوى، وبقلبها لحد ما تتقل معايا. زي ما انتم شايفين كده، باخد هنا 4 معالق بقلبهم كده في المية. طبعا عايزة تعملهم بقى، بس انا مرضيش هنا احط لبن يعني على على البليلة القمح، وقلت اخلي لبن بقى ايه ساعة الغريف وكده علشان الطعم ما يتغيرش. زي ما شايفين كده، ديك برضو مخروطة. طبعا المخروطة ديك طبعا بتتباع عندي. في ناس يعني بتبيعها، اللي هي بيجيبوا السمنة والجبنة والكلام ده، هتلاقيها عندهم. طبعا هنا لفيت معاها النشا اللي انا كنت بدوبها لحد ما تقلت معايا بالشكل دوت، وبدأت ان انا احط بقى هنا ايه ورقة فانيليا بالشكل ده، بدأت ان هي خلاص استوت معايا بقت جاهزة. حابين بقى تاكلوها هنا بقى تحلوها بسكر من غير اي اضافات، تضيفوا عليها لبن تبقى زي العاشوراء، تحطوا عليها مخروطة تبقى بليلة بالمخروطة واللبن، حسب ما انتم ما حابين تاكلوها. هنا بقت ما شاء الله معايا جاهزة، وحاجة سهلة جدا يعني مش محتاجة مجهود خالص، وتقدر ان انت تعملي بيها لأولادك لو هم مثلا صغيرين بالشكل ده. هنا المخروطة حطيت عليها معلقتين من السمنة وقلبتها زي الكنافة، يعني اديتها تشويحة بسيطة جدا بحيث ان هي ما تبقاش عجين يعني وكده. فادتني اللون دوت، وبعدين بدأت ان هي بقت جاهزة معايا. هنا معايا طبق، وهبدأ بقى اعمل معاكم اصنف معاكم هنا طبق واوريكم بالشكل دوت للبليلة بعد ما استوت وخلصت. بالشكل ده لفيتها بالنشا وحطيت لها ورقة الفانيليا. وهنا زي ما انتم شايفين كده، عندي هنا المخروطة مقلباها هنا بالسمنة، معلقتين سمنة كده مشوحة فيها حاجة بسيطة بس كده تاخد طعم السمنة، وبنفس الوقت متبقاش معجنة معاكي او بالشكل دوت. ومعايا هنا اللبن، نقول بسم الله. انا هنا حطيت هنا البليلة واحط عليها اللبن وعليها المخروطة، ولو عندك مكسرات او اي اضافات حابة ان انت تضيفيها معاها فبتضيفيها. هنا حطيت اللبن. طبعا زي ما انتم شايفين كده، لو من غير مخروطة اسمها العاشوراء. هنا بحط عليها بقى هنا ايه المخروطة برضه حسب الطلب بالشكل دوت. وكان طبق جميل جدا واللي دقه عجبه. وعلى طول انا بعملها خصوصا في الشتاء، بتبقى حاجة من الحلويات اللي هي بتدفي ومغذية برضو للأطفال. ولو ممكن مثلا تفطري بيها مثلا الصبح، بتبقى مغذية جدا، وبنفس الوقت بتبقى حاجة جميلة ومفيدة للأطفال بيحبوها، بحيث ان هم لما بياكلوا وجبة على مزاجهم، يعني حاجة حلوة ومغذية باللبن وعلى مزاجهم هم حابين ان هم ياكلوها.
طبعًا هنا كان عندي مكسرات جايباها في هامش رمضان، فحبيت إن أنا أحط حاجة بسيطة جدًا من المكسرات بالشكل ده، وكان هنا كان الطبق خلاص خلص معايا. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك فضلًا وليس أمرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.